طيب، يوسف شاكر يسأل. أنا سألتك طبعا، هو يقول: كيف تعامل النظام معكم مع أهل الجبل قبل انتفاضة آذار 2004؟ مهم. طبعا أنت أخبرتنا بأن هناك كان تمييز وتهميش للكرد. إن كانت نعم. لديك إضافة تفضل، إن لم تكن لديك إضافة سوف أكمل الأسئلة. هل أنا قلت لك أنه التيار الذي يفتخر بكرديته بجبل الأكراد كان يراقب الأمور. أنا مشعل تمو الله يرحمه كان صديقي وكنا نتواصل مع بعض. آه، برأيي كان هناك محاولات كثيرة للربط بين جبل الأكراد وبين الكرد عندكم. لكن أنا برأيي في سوريا، أنت تعرف دولة الاستثناء، يعني دولة ليس نعم. لها، فالناس تخاف. فهالأمر حتى يقول لي أحدهم في قرية من قرى جبل الأكراد، ولكن هذا الأمر يعني في الستينات أو السبعينيات، في عيد النيروز كانوا يرسلون بعض المخبرين انه شوفونا هدول عم بيشعلوا نار، عم يحتفلوا هالامر هذا، فحتى يتاكدوا انه الامور تمام. ف... فما كان ما كان في ما كان في خوف بصراحه، في خوف. صح في صح. خوف. علما أنه في التسعينيات جاء الكرد من قامشلو، ربما عفرين كوباني، إليكم واحتفلوا بالنوروز. هذا ما نعم. سمعته من الأخوة في جبل الأكراد. أيضا هنالك سؤال للمحامي زكي محمد، يقول: أين تسكن عائلة بريمو؟ طبعا أستاذ زكي، قبل يومين أو 3 أيام أنا نشرت فيديو عبارة عن 11 دقيقة، ذكرت فيها جاءتني الأسماء من الجبل، بعض العائلات الكردية في جبل الأكراد. نعم. تستطيع أن تراجع الفيديو، وإن كان الأستاذ يعلم عائلة بريمو في أي قرية تسكن. هناك في مزين عائله بريمو، ولكن جزر بريمو حسنه هو واحد، الجد واحد، يعني هم اولاد عمنا. في حسنو مزين بريمو. بريمو. ايه، نحن اكثر من عائله في مزين 4 عائلات. الكنية تختلف، يعني الكنية توحي انهم اكراد، ولكن الجذر الجد واحد. ولذلك يعني كان جدي يعلمنا هذه الامور، ان هدول نفس العيله، يديروا بالكم على بعض يعني. وفي بريمو ايضا عائله كبيره في سلمى. سلمى. طيب، نعم، يسألنا سلمى أيضا ومزين. عن قرى ناحية البهلولية. نعم. في البهلولية اللي هي قرية علوية، فيها علويين وفيها مسيحيين. لكن فيها ايضا لاحظت انه في كميات تنتهي بالاو، بس والله يعني ما بعرف هلا واحد لما بشوف. انت قلت لك الامور، التعبير عن الهويه يختلف. يعني مثلا على سبيل المثال، في قريه وطل خان التي درست فيها، هناك عائله اسمها قبيبو. قبيبو. جميمو أو العائله جبيبو؟ قبيبو، وفيهم بروفيسور كبير مات الله يرحمه، درس في المانيا وهو معروف، مترجم معروف، اسمه محمود كبيبو. فالدكتور محمود كبيبو، يعني بحسب ابنه صديقي، فهن عائلة صغيرة في كفرية. انت من خلال العائلات الصغيرة بتعرف انه هذه معناتها جلب، يعني وين جدودكم، وين العائلة. فقال لي نحن يمكن اصولنا اكراد. فهمت علي؟ يعني بس منين اجوا، كيف اجوا ما بعرف. كيف صاروا علويين كمان ما بعرف. يعني هاي ما هي مشكلة انه واحد يصير علوي او يتحول، او كلها شغلة ليس لها قيمة طالما الإنسان عم يختار حياته ونمط حياته. لكن أنا قصدي، أنا آه، أؤكد إنه في عائلات علوية آه، قديمة في جبل الأكراد، تبدو لنا كأنها سنية عربية، لكن هي بالأساس كردية علوية. وأنت تعرف إنه في أكراد علويين، نعم. وفي أكراد يعني يعيشون في المجتمع العلوي، هم برأيي أكراد من جذور أكراد يعني. لكن أنا قلت لك الموضوع، يعني الموضوع ليش شائك وحساس لأنه نحن مجتمعات لساتنا عندنا خوف. فهمت علي؟ يعني صح. عندنا خوف من طرح القضايا. يعني ما معناك لأن واحد علوي يطلع على التلفزيون ويقول أنا والله طلعت
من اصول كرديه بيخاف، بيقول لك انا شو يعني شو الفائده، شو الجدوى من هذا الامر؟ ليش؟ لانه مجتمعات الساتا غير مستقره، يعني الشرق الاوسط كله غير مستقر، ما يزال يعني ينمو ويحبو نحو انسانيته وتحرر وديمقراطيته. يعني انا عجبني بروفيسور مستشرق مهتم بالقضيه الكرديه دائما بيعنون رسالته، يعني الكرد شعب يبحث عن هويته، عن وطنه، فهمت علي؟ يعني دائما الشعب ما يزال يتكون، ولهيك انا متفائل كثير طبعا اذا للمستقبل طبعا والمهلا، يعني للمستقبل، ان الشعب الكردي اذا واحد فهم فلسفه التاريخ لابد ان يكون له شأن كبير في المستقبل. بإذن الله، بإذن الله. لكن متى؟ الله اعلم، لانه قلت لك شعب يبحث عن هويته وعن تثبيت وعن نمو لغته ايضا، هذا شيء مهم جدا على فكره. ما في من الامم، يعني انت اذا بتقرا عن اللغه الالمانيه، امتى وصلت اللغه الالمانيه الى هذا الادب وهذه العظمه التي نراها؟ 300 400 سنه فقط، فهمت علي؟ يعني التأصيل. فالشعب الكردي الآن هو شعب يبحث، تواق من أنا، شو أنا، لوين بدي روح، فهمت علي؟ إلا ما يجي يوم يعني الظروف تساعدهم وسوف يقتنصون هذه الفرصة برأيي في يوم من الأيام. لكن دائما هو التعلم من التجارب السابقة، التعلم أن القومية لا تعني فاشية. أنا لا أريد أن أكون كردي في دولة شمولية، يعني ما حدث معي أريد أن أطبقه على الآخرين. أنا الناس في يوم منعوا أجدادي من التعلم من تعلم اللغة الكردية، عندما أتمكن سوف أمنع الآخرين من التحدث بلغتهم. نحن ما بدنا كرة الشر هيدي، بدنا نوقفها بصراحة. يعني لا خيو، بدنا نعيش كلنا مع بعض، لكن بالأخير ليس من العيب أن أقول هذه هويتي، هذه طاقيتي، أنا متعود حط طاقية يا أخي، شو بدك مني مثلا، فهمت علي؟ صح. يعني صح. فلذلك أنا متفائل إن شاء الله، ولكن بدأ الشغل، بدأ أنه النخبة الكردية أيضا يعني تشتغل. يعني الشعب الكردي أنا برأيي ينقصه آباء مؤسسين، إنه ما في من الأمم إلا صار لها آباء مؤسسين. للأسف الأمة الكردية بحاجة إلى هذا الأمر. صحيح. صحيح. أيضا الأستاذ زكي وأخي أحمد إسماعيل يسألانك عن الأغاني التراثية المشهورة في جبل الأكراد وبعض نعم. الأكلات أيضا. نعم. ما بعرف الموال شو، لوين ينسب المواويل، ما بعرف إذا كانت هي عربية أو كردية، بس كانوا يعملوا مواويل. عرفت المواويل؟ إيه إيه. أوف أوف. إيه، ويغلب عليه الحزن. ما بعرف ليش مكتوب علينا الحزن. مكتوب علينا الحزن، الكرد دائما أغانيهم حزينة. نعم. إيه، وكان يعني كنت لما أراقب الناس الذين يذهبون إلى الرعي في الجبال، في ناس كانت تذهب إلى الجبال وترعى، إنه كان يغني وما نو خايف، يسمع يطلع صوته يعني للناس كلها ما نو خايف أو هيك. يقول أحد آه، المستشرقين أن كل كردي مغني بالفطرة. أحد والله المستشرقين والله الروس. والله في هيك شيء. نعم. والله أنا يعني هون في فوبرتال في مدينتي، أذهب إلى قمة جبل، في قمة جبل لحالي، فقلت سبحان الله يا أخي إنه في دماءنا بنحب الجبال، لا إله إلا الله. يعني صح. بروح على قمة هذا الجبل، ويعني أهزج لحالي، يعني أصيح أصرخ أستشعر، ما أعرف، المهم بيطلع معي حكي هيك لحالي يعني. بالنسبة للأكلات، في أكلات معينة هيك قديمة ولا لا؟ الأكلات لدينا بدي أقول لك عنها عادتين جميلات، ما أعرف إذا موجودة في شعب من الشعوب، في مزين وفي جبل الأكراد. وهذه فعلا يعني تحية لجبل الأكراد اللاذقي أنهم حافظوا على هذه العادات الرائعة اللي ما شفتها بأعظم المدن السورية. عندما يموت أحد الناس في القرية فإن القرية كلها تستنفر، فهمت علي؟ إيه. ويذهب الغني والفقير لحفر القبر ويشاركون في حفر القبر، ثم في التعازي، ويعني واهم شيء انهم لابد ان يطبخون. يعني لما بدك تروح تعزي عند الاكراد بدك تاكل، بدك تتغدى. وكانت الاكلات المنتشره عندنا هي الفاصوليه بحب، ما بعرف اذا بتعرفها إيه. الفاصوليه.
ايه بعرف كيف لك. مع المرأة مع البندورة والرز. هذه وهذه من التراث بدنا نعملها إجباري. وفي عنا مو ورق الدوالي، ورق المحشي يعني الملفوف، لأنه نحن نزرع الملفوف الحمد لله، فكان نعمل ورق الملفوف وبالرز أو بالبرغل. وفي عنا أكلة مشهورة اللي هي قبيبات، واسمه قبيبات بأكثر من موديل، بزيت وبطحينة. عبارة عن برغل تتساعد عليه نساء الحي، ويحفرون يعني حفرة في منتصف ويحشونها بالبصل واللحمة. بعدين بيسلقوها على مي، وبيعملوها بتبلتين، سلطة مع طحينة مثل زوس وهيك شغلات. وفي سلطة تانية بزيت وحامض رمان، دبس رمان. نحن مشهورين بدبس الرمان أخي علي. دبس الرمان الموجود في جبل الأكراد ليس له مثيل في العالم، في العالم. وجبل الأكراد هو المنطقة الوحيدة في سوريا التي لا تعرف الغش، لأنه ما بتعرف تغش. يعني لما بدك تشتري حليب في جبل الأكراد، المرأة الفقيرة اللي عم تبيعك حليب هي ما بتعرف تغش، بدها تعطيك حليب إجباري نظامي 100%. يعني فعنا بساطة جدا، قريبة من الطبيعة، لأنه أنت بتعرف الإنسان كل ما كان قريب من الطبيعة، والطبيعة لا تعرف النفاق. الطبيعة بتطلع الشجرة بتروح يمين وشمال وفوق وتحت، الإنسان يتأثر بالطبيعة. وطبيعتنا جميلة، وبالتالي إذا بتدقق في الصفات وطبائع الشعب، جبل الأكراد يتماهى مع طبيعته. طبيعيين يعني يعني طبيعيين. طبيعي على الطبيعة، أيوة. يعني ولما بيعصب مثل الطبيعة، بتعرف أنت الطبيعة بتعصب أحيانا يعني. صح. طيب، أبو سام يقول جبل الأكراد عشائرهم، يعني بتعرف شو هي عشائرهم؟ في عنا شيخان اللي هي يعني شيخان، موشان، وعوجان. في عشيرة رشوان. اسمها بازرجان، في بازرجان أو هيك شيء. رشوان، أيوة. شيخان، موشان، آه، عوجان. موشان. وفي بازرجان والله ما بعرف، ما مشان بخربط بيني وبين الأكلة اللي بنعملها مع الشنجليش. بازرجان، بازرشان، والله نسيت بازرشان. نسيتها. وفي أنتم كيخيا. كيخيا. الخبيزة بتقولوا خبيزة ولا في اسم تاني إلها؟ خبازة. خبازة خبيزة. هي بنجيبها. تمام. وفي في حميضة كمان. اسماعيل أبو سام، أنا سألت طيب. سوف أسماء الحشائش أحمد. نور الدين حسين يسأل: هل هناك تواصل للأحزاب الكردية مع أهلنا في جبل الأكراد؟ يعني بدك تسأل جماعتكم، بدك تسأل. أنا ما بعرف. بعرف السؤال. لا. كيكي نور الدين، لا أخي نور الدين، ما في تواصل أبدا، ما في تواصل. ولكن إن شاء الله راح يصير في تواصل بإذن الله. هلا أنا يعني واحد نقل لي معلومة بس ماني متأكد منها، أن أحد من تصدروا المشهد الثوري في بدايات الثورة السورية ب 2011 2012، أنه قام بزيارة سرية إلى إقليم كردستان العراق. المعلومة بدها تمحيص وتأكيد، لكن الرجل اللي نقلها لي كان من الذين يعملون على الأرض، يعني فهمت علي؟ قال لي هو، لأنه سألته فلان ليش اغتالوه، ليش قتلوا لفلان، فقال لي قتلوه الجماعة الفلانية لأنه راح على كردستان العراق. أنا متأكد من المعلومة لأنه من 5 أيام وصلتني هالمعلومة. من مه. الجبل، من الجبل كمان مه. وصلتني انه شخص راح على جنوب كردستان او اقليم كردستان العراق، ووقت رجع اغتيل. على كل ام بيلا تقول بدنا لقاءات كثيره مع اهلنا بجبل الاكراد. ديا بيلا، للامانه يعني صار لي سنه وانا منتظر هيك لقاء لحتى تعرفت باخي منصور حسنو. بارك فأنا سعيد فيه. الله. إذا ما في أسئلة تانية راح أسأل آخر سؤال. أنا دون مجاملات من 5 سنوات كتبت مقالة اسمها يعني جبل الأكراد وحلم العودة. يعني أنا سميته جبل الأكراد، ما بدي أخجل من هذه التسمية. يعني
جبل الأكراد رضي من رضي وشاء من شاء، يعني حتى لو شو ما صارت الخريطة السورية وماذا ستؤول عليه الأمور، هذا جبل الأكراد سوف يبقى، يعني اسمه جبل، يعني الجبل ما بينهار. صح، وأهله سيبقون بكرد. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.